لو بتشتغل على افتر افكت فغالبا ممكن الحوار ده حصل معاك قبل كده. ساعات بتكون شغال على بروجكت خاص بالستريتور، ويبقى البروجكت ده عباره عن كذا ارت بورد في بعض. فلما بتيجي تاخدهم عشان تحركهم في الافتر افكت بتلاقي ان كل اللي وصل لك هناك او اللي بيظهر قدامك على الاقل بيبقى ارت بورد واحد. فازاي نحل المشكله دي بكل سهوله؟ الفيديو بتاع النهارده فيه تركايه في السريع. كل اللي هنعمله ان احنا هنعرفك ازاي تقدر تحل المشكله دي بسهوله، بحيث ان انت تقدر تستورد كل الارت بوردز الموجوده في الالستريتور ويظهروا كلهم في الافتر افكت وتقدر تعدل فيهم بسهوله. فيلا بينا نشوف حاجه زي دي نعملها ازاي. تمام، على سبيل المثال احنا عندنا مثلا دلوقتي بروجكت نقدر ان احنا نشتغل عليه، هنحطه جوه الافتر افكت. فعاوزين ناخد كل الارت بوردز دي، هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنيجي او ناحيه اللايرز من على الجنب، نتاكد ان كل اللايرز موجودين بره كده، مش فيش حاجه في الجروب، بحيث لما نوديهم نقدر نتحكم برضه في اللايرز زي ما هم موجودين قدامنا هنا على الالستريتور. لو في حاجه موجوده في الجروب، كل اللي هنعمله ان احنا بنحدد مثلا، وعلى سبيل المثال فرضا ان ده مثلا ممكن يكون ان هو حاجه مثلا جروب كذا حاجه في بعضها، بنيجي من هنا من التلات شرط وبنختار release to layers او sequence ساعتها. بس فهنعمل كده مع كل اللايرز اللي احنا حاطينهم في جروبات مثلا، عشان نقدر نخليهم كلهم لايرز لوحدهم، ونقدر واحنا موجودين جوه الافتر افكت نحل الموضوع ده بسهوله جدا. تاني حاجه هي طريقه الحفظ. لما نيجي نحفظ الملف هنعمل مثلا فايل سيف از عادي جدا، ولكن هعمل ملف جديد مثلا وليكن هسميه بيتزا او ايا يكن الاسم بالانجليزي. ففي الفولدر ده هسيف، ولكن ساعتها هقول له save each artwork to separate file عشان يحفظ كذا ملف الخاص بيه. فاقول له اوكي. دلوقتي المفروض ان هو دلوقتي هيحفظ الملفات. بعد ما حفظ الملفات هيظهروا قدامنا بالشكل ده، موجودين اهم مترتبين. فكل اللي علينا حاليا ان احنا هنفتح الافتر افكت، هنضغط هنا ضغطتين مثلا بعد ما عملنا بروجكت جديد، ضغطتين هنا عشان نعمل امبورت. وبعد كده هيجي قدامنا الملفات مثلا من الفولدر اللي احنا محددينه، هنحدد كل مثلا الملفات بكل بساطة. نلغي بس آخر ملف. عايزين تاخدوه براحتكم، بس أنا مش عاوز أقرر. الفورج دي بختارها بتبقى composition و retain layer size عشان ياخد نفس اللاير سايز الموجود حاليا. بعد كده بقول له open، هيفتح معانا كل الملفات الموجودة، وهتلاقي حرفيا كل ارت بورد عبارة عن composition خاص بنفسه. فبكل سهولة نقدر إن احنا نشتغل على الكومبوزيشنز دي بسهولة جدا، ونحطها في الارت بورد أو معلش، نحطها عندنا في الكومبوزيشنز الخاصة بنا بكل سهولة. كده عندنا الموضوع اتحل بكل سهولة. بس كده الموضوع كان سهل وبسيط. فلو عجبكم المحتوى اللي أنا بعمله وحابين إن انتوا تشاركوه مع غيركم عشان يستفيدوا، اللي مهتمين بيه واللي حابين إن هم يدخلوا المجال، ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك وشير واللازم منه. وبس كده.